السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه بلو سكاي. في الفيديو ده هنتعلم ازاي ندخل لون جديد في التريكو، او ازاي نستخدم بكره جديده لو الخيط بتاعنا خلص. انا بستخدم نفس الطريقه في الحالتين، سواء ادخل لون جديد او احط بكره جديده. تمام، وهعلمها لكم في اول الصف وكمان في نص الصف. بس قبل ما نبدا في شويه قواعد بالنسبه للخيط نفسه. ده الخيط اللي انا هستخدمه، اللي هو خيط هيمالايا افريداي. الاتنين شبه بعض بالظبط في السمك والنوع. اول حاجه لازم يبقوا نفس النوع، يعني استخدم في الالوان مثلا الاتنين يبقوا قطن او الاتنين يبقوا صوف وهكذا. تمام، لازم يبقى نفس النوع، ويفضل ان هما يبقوا نفس السمك. استخدم الفتلتين يبقوا نفس السمك، ويفضل يبقوا نفس الماركه. بس حته نفس الماركه دي مش شرط قوي، لان في ماركات تانية كتير بيبقوا شبه بعض في يعني في نوع الخيط، في فتله الخيط. يعني انا عندي في الفتله الصغيره، في الخيط الرفيع، في كذا ماركه مختلفه عن بعضها في الماركه نفسها، لكن الفتله بتاعه الخيط هي. تمام، فاهم شيء يعني تشوفي الفتله بتاعه الخيط بتوع الخيطين وتشوفيهم اذا كانوا قريبين من بعض ولا لا. يعني هنا طبعا عشان نفس الماركه فهم نفس السمك، نفس الماركه، الاتنين 100% اكريليك وهكذا. تمام، اوكي. انا هنا مستخدمه ابره دائريه، بس مش شرط انت يعني كانها ابره مستقيمه عاديه. الابره مقاسها 5.5. دلوقتي هستخدم الخيط ده واغير اللون من اول الصف. او لو انت الخيط بتاعك مثلا خلص وعايزه تحطي خيط جديد من نفس اللون، هي نفس الطريقه. هعمل ايه؟ هدخل بالابره بتاعتي جوه اول غرزه. ان هنا في السامبل بشتغل غرز عاديه عدله من على الوش، كلها غرز عدله. تمام، فانا هدخل بالابره جوه اول غرزه عادي كاني هشتغلها اهو. تمام، واسيبها وهحضر الخيط اللي هو الملون، او الخيط اللي انا قلت لكم لو ده خلص، لو نفس الخيط يعني. هعمل ايه؟ هسيب حبه، يعني جزء قصير اهو، هسيب حبه حلوين، مثلا حبه قد كده. تمام، عشان اربطه في الاخر، واعمل لوب بالمنظر ده. تمام، امسكهم كده، خيط قصير، خيط طويل، وادي اللوب. هعمل ايه في اللوب ده؟ هقوم مدخلاه جوه الابره دي، يعني فوقيها كده. تمام اهو. بعد ما ادخله همسكه جامد، سواء بالايد اليمين لو انت بتشتغلي بالايد اليمين او بايد الشمال، برضو هتمسكيه كده جامد، وتقومي مخرجاه من الغرزه. مش احنا لسه داخلين الغرزه؟ هتخرجه من الغرزه عادي، واقوم مخرجاها. هتلاحظي ان كل حاجه تحسيها واسعه جدا. هتعملي ايه؟ اول خطوه هتعمليها، هتقومي شاده الخيط الطويل بتاع ده، الخيط بتاع ده اللي احنا كنا المفروض نشتغل بيه، هقوم شداه. شايفه لمت ازاي؟ بعد ما شدوه هقوم شاده الخيط القصير ده، وهشد الاتنين مع بعض. والمفروض ان احنا نربط الاتنين دول مع بعض، اللي هو الخيط ده والخيط ده. طبعا ده لو خلاص لون جديد هتقومي قطعه دي، خلاص مش عايزينها، ونربطهم مع بعض، ونبدا نكمل شغل بالخيط بقى الجديد بتاعنا اللي هو الطويل ده بقيه الصف، وهكذا. طبعا انت لو مش ربطاهم كويس هتلاقيهم فكوا، يعني وسعت كده. لا متلاقيش، كل تمرين انك تشدي الخيط ده والخيط ده، تشديهم مع بعض هتلاقيها لمت. وهي دي طريقه ان احنا نشتغلها من بدايه الصف، سواء اغير الخيط او احط لون جديد. تمام، هوريها لكم بقى دلوقتي ازاي نعملها في نص الصف. هشتغل لحد تقريبا نص صف. اكتر حاجه اصلا بتحصل معايا وانا بشتغل في التريكو ان انا الخيط بتاعي بيخلص في نص الصف دايما، لكن اول صف دي بتبقى يعني بتبقى حظ شويه. مثلا لحد هنا اهو. دلوقتي مثلا انا عايزه اغير الخيط، او الخيط بتاعي خلص لحد هنا مثلا، هعمل ايه؟ بس يفضل طبعا وانتي شغاله تسيبي جزء حلوين، حبه حلوين، ما تسيبيش حبه صغيرين عشان هيتفك بعد كده. سيبي حبه قد كده. تمام، هحضر الخيط
الملون اهو. بنفس الطريقة هعمل لوب، اسيب حبة قصيرين اهو، وهعمل لوب كده وهمسكه كده. تمام. بالابرة دي هدخل جوه الغرزة اللي بعدها كأنها غرزة عدلة، لان انا بشتغل هنا في السامبل كل غرز عدلة، فانا هدخل كده. تمام اهو، غرزة عدلة عادية، وهقوم حاطة اللوب ده على الابرة وامسكه. بعد ما احطه على الابرة اقوم مخرجاه بقى، امسكه جامد كده من هنا واخرجه من الغرزة اللي احنا لسه داخلينها. تمام. هي دي الطريقة اللي انا بعملها، سواء اغير لون او احط خيط جديد. وبعد كده هنعمل ايه؟ هتلاحظي ان الغرزة دي بقت واسعة جدا، شايفين الغرزة بقت واسعة قوي، والغرزة نفسها كمان البني واسعة، الاتنين واسعين قوي. هتعملي ايه؟ هتشدي الخيط من ورا. فين الخيط القصير بتاع ده؟ اهو، هنقوم شديه. فين الخيط اللي المفروض يكون قصير من ده؟ يعني مثلا لو كان خلص او انتي المفروض تقصيه لو خلاص مش عايزه اللون ده تاني، هقوم شديهم مع بعض. لما اجي اشدهم مع بعض الاتنين هيلموا. تمام. هشتغل بعد كده الغرز اللي بعدها. هشتغل ازاي؟ هسيب الخيوط دي كلها تحت، واقوم واخده الخيط البني الطويل ده واكمل بقيه الغرز بتاعتي. بالخيط الجديد. هتلاحظي ان بدايه الخيط البني اللي هو اول غرزه دي هتحسي ان هي واسعه. كل اللي هتعمليه هتلفي ورا وتشوفي الخيط القصير بتاع البني وتشديه شويه، بس ما تشدوش جامد، لانك لو شديتيه جامد في الصفوف اللي بعد كده هيبان ان الغرزه ضيقه قوي بالنسبه لبقيه الغرز. تمام. فتشديها حاجه بسيطه. تمام. في حاجه تانية ملاحظاها برضو، ان الغرزتين دول شكلهم بعاد عن بعض قوي، يعني تحسي هنا كل الغرز قريبين من بعض، لكن دي الوحيده اللي فيها فجوه. شايفين؟ هنعمل ايه بقى في الفجوه دي؟ ده اللي انا بعمله. تلفي القطعه بتاعتك، والمفروض ان انتي تقطعي الخيط ده لو انتي خلاص مش محتاجاه، وتقومي ماسكه الاتنين اللي هو الخيطين دول، لو الخيط القصير من هنا والمفروض يبقى ده برضو خيط قصير تقطعيه. تمام. وتربطيهم بس مش قوي، يعني تبصي قدام كده وتشوفي كده كويس شويه. صح كده اهو، كده الغرز معقوله مش مشدوده. فانا هربطهم واربطهم ربطه كمان. دي الطريقه اللي انا بعملها. انا بعمل عقده. في ناس ما بيحبوش يعملوا عقده في التريكو، بس انا بحب اعمل عقده عشان الخيط بتاعي ما يتفكش في الاخر مع الغسيل واللبس. بعد ما تخلصي طبعا العقده بتاعتك بتجيبي الابره او ابره كروشيه. تمام. وتقومي ممشيها هنا زي برضو دي، كلهم زي بعض. تمام. وكده هتلاقي ان هما كلهم لموا بقوا زي بعض، يعني الفجوه الكبيره اللي كانت موجوده لمت. لو لسه شايفاها فكيها وربطيها اجمد شويه. تمام. هشتغل معاكم انا خلصت صف من الغرزه العدله على الوش. هشتغل معاكم بالخيط الجديد صف على الظهر اللي هي غرز مقلوبه. تمام. فهلف عشان اوريكم الغرزه اللي احنا يعني الخيط الجديد هيبقى شكله عامل ازاي هنا، والغرزه نفسها الجديده دي هتبقى عامله ازاي. تمام. هشتغل غرز مقلوبه عاديه لحد ما اوصل لاول غرزه واوريكم حاجه. هو شويه الخيط البني ده مش باين، بس انا بشتغل غرز مقلوبه عاديه جدا لحد اول غرزه عشان كنت عايزه اوريكم حاجه. نقرب بقى الجزء ده. دي اول غرزه احنا عملناها بالخيط الجديد، سواء خيط ملون او خيط عادي. المهم يعني الغرزه دي شكلها تويستد، يعني محطوطه غلط على الابره. تمام. احنا عارفين ان الغرزه المفروض ليها 2 لوب امامي ولوب خلفي، ده الامامي وده الخلفي. وهتلاحظي ان اللوب الخلفي ناحيه ايدي اليمين واللوب الامامي ناحيه ايدي الشمال، وده غلط. مفروض ان يبقى العكس. هوريكم ازاي العكس. يعني امسكها كده، اخرجها من الابره واحطها في عكس الاتجاه كده.
ده كده الصح. هتلاحظي دلوقتي ان اللوب الامامي هو الوحيد اللي انت شايفاه، واللوب الخلفي انت مش شايفاه خالص. يبقى اللوب الامامي هو اللي باين ناحيه ايدي اليمين، واللوب الخلفي مش باين عشان هو اصلا وراها فناحيه ايدي الشمال. تمام. فده اللي المفروض نعمله كل ما نحط خيط جديد. هتلاحظي ان دايما الغرزه بتاعتك يعني مقلوبه. تمام. فما ينفعش تشتغلي عادي، لازم تعدليها. فهو ده الشكل بيظهر لي اهو. شايفه اللوب باين، الاتنين بقوا باينين ازاي. هتلاحظي ان ده اللوب الخلفي، تحسي ان هو ناحيه ايدي اليمين وانا ماسكه كده اهو، هتحسي ان هو اللي باين فناحيه ايدي اليمين، واللوب الامامي ناحيه ايدي الشمال، وده غلط. الغرزه كده محطوطه غلط. حاجه من الاتنين عشان اصحح الموضوع ده، هقوم واخده الغرزه والفها زي ما قلت لكم، او مخرجاها كده واقوم حطاها. تمام. او واشتغل عادي، او اللي انا بعمله بصراحه عشان بكسل اعمل كده، بقوم شغلاها غرزه مقلوبه من اللوب الخلفي اللي هو اللوب ده، لان هو ده المفروض يبقى اللوب الامامي. لما نيجي اقلبها تمام، اخرجها واقلبها بتبقى هو ده اللوب الامامي وهو ده اللوب الخلفي. فانا هشتغل يعني دي كانها اللوب الامامي، هشتغل غرزه مقلوبه منه، يعني هدخل جواه كده في نصهم هما الاتنين اهو، واقوم شغلاها وخارجه. تمام. هوريها لكم مره كمان، بس مش لازم طبعا تعملوا الموضوع ده لو انتوا شايفينها صعبه، لفيها وخلاص. تمام. الخيط قدامي عشان انا بعمل غرز مقلوبه، هدخل في نصهم هما الاتنين اهو، واقوم شغاله عادي. تمام. هوريكم حاجه. لو احنا اشتغلنا الغرزه دي اوكي وما صححتهاش واشتغلتها من هنا عادي كانها غرزه مقلوبه، هتبقى شكلها كده عادي. تمام. يعني دخلت جواها واشتغلت غرزه مقلوبه، هتبقى شكلها غريب بعد كام صف. هتحسي ان هي هتبان اكتر من عند الوش، هتحسي ان هي ملفوفه وشكلها غريب بالنسبه لبقيه الغرز. فيفضل انك ما تعمليش كده. حاجه من الاتنين، لا اما تشتغليها عادي غرزه مقلوبه من اللوب الخلفي. تمام. والفيديو بتاع الغرزه المقلوبه من اللوب الخلفي موجود على القناه عندي، وحاطه اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس. تمام. فانا زي ما قلت لكم حاجه من الاثنين، لا اما تمسكيها هتلفيها، وده اللي انا هعمله هنا عشان ميبقاش صعب بالنسبه لكم اهو. لفتها. تمام. وهقوم شغلاها عادي غرزه مقلوبه، وهكمل بقيه الصف بتاعي عادي. هوريكم هنا في الغرزه دي دي شويه فاتحه وهباينه اكتر كده، الغرزه محطوطه صح. تمام. هتلاحظي ان اللوب الخلفي مش باين، اللي باين بس اللوب الامامي. تمام. هو ده صح. لكن لما اجي الفها كده واحطها غلط اهو، هتلاحظي ايه؟ هتلاحظي طبعا الكلام ده في الغرزه المقلوبه والغرزه العدله، الاثنين هيبقوا نفس الشكل. هتلاحظي ايه؟ هتلاحظي ان اللوب الخلفي اهو ده ناحيه ايدي اليمين، واللوب الامامي ناحيه ايدي الشمال، وده غلط. المفروض العكس. تمام. فانا هنا حاجه من الاثنين، لو لقيتي غرزه بالمنظر ده في اي وقت بغض النظر عن انك حطيتي خيط جديد ولا لا، فكل اللي هتعمليه انك هتمسكيها كده وتقومي لفيها وحطها على الابره. دي حاجه. او انك تشتغليها من اللوب الخلفي. تمام. اوريكم ازاي. شايفين ادي اللوب الخلفي وادي اللوب الامامي، هدخل في نصهم كده واقوم من ورا واقوم حاطه الخيط وخارجه كده. انا صححت الغرزه. طبعا تشوفي الطريقه اللي تريحك. وبكده دي طريقه ان انت تحطي خيط جديد او لون جديد. وكده انا خلصت الفيديو ووريكم موضوع ان الغرزه تبقى مقلوبه بعد ما تحطي الخيط، وازاي تصححيها بطريقتين. تمام. وكده الفيديو خلص، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.